طاجن مكرونة بالكفتة في الفرن، طاجن العظمة اللي يشرف أي سفرة. بس لو عايزة تعملي أكلة تقيلة كده وطعمها يجنن وتبقى شغل مطاعم بجد، يبقى الطاجن ده لازم يتعمل عندك في البيت. مكرونة متسبكة مع صوص الطماطم وكفتة طرية، وتدخل الفرن تطلع حاجة كده ريحة وطعم يدوخه. المقادير: نص كيلو لحمة مفرومة، 2 بصلة مبشورين ومتصفيين من المية، شوية كزبرة خضرة مفرومة، ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، نص كيلو طماطم، 3 معالق كبار صلصة طماطم، 5 فصوص توم مفروم، ملح، كمون، رشة سكر صغيرة، معلقة زبدة، معلقة زيت، نص كيلو مكرونة. طريقة التحضير: أول حاجة هاتي بولة كبيرة كده وحطي فيها اللحمة المفرومة، انزلي عليها بالبصل المبشور بعد ما تعصريه كويس من المية، وحطي الكزبرة الخضراء وملح وفلفل وبهارات، وقلبي كل ده بإيدك كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس. بعد كده نبدأ نكور الكفتة كويرات صغيرة كده قد عين الجمل. هاتي طاسة على النار وحطي فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت، وانزلي بالكفتة فيها وشوحيها كويس جدا بس من غير أي إضافات خالص، مجرد تشويحة حلوة كده تاخد لون وتتمسك. هاتي صينية أو طاجن فرن يكون عالي شوية ودهنيها نقطة زيت، ورصي فيها الكفتة اللي شوحناها. دلوقتي نعمل الصوص. في الخلاط اضربي نص كيلو طماطم كويس جدا، وفي نفس الطاسة بتاعة الكفتة انزلي بالثوم المفروم شوحيه شوية، وحطي 3 معالق كبار صلصة وحمصيهم كويس، وبعدها انزلي بعصير الطماطم وحطي ملح، كمون، رشة سكر صغيرة، وسيبي الصوص يتسبك على النار لحد ما يبقى تقيل وحلو. في الوقت ده نسلق المكرونة بس نص سلقة بس، يعني تبقى لسه فيها سوى شوية. نطلعها من المية ونحط عليها الصلصة بعد ما اتسبكت ونقلبهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي ناخد المكرونة دي ونحطها فوق الكفتة في الصينية ونسويها بإيدينا كويس ونضغط عليها شوية علشان تمسك مع الكفتة. نغطي الصينية بورق فويل وندخلها فرن سخن قبل الفطار بحوالي نص ساعة لحد ما المكرونة تكمل سوا وتتشرب الصوص وتبقى مظبوطة. ولما تطلع اقلبي الطاجن وشوفي الجمال بقى، كفتة طرية تحت ومكرونة متسبكة فوق، يعني طاجن كده يعمل شغل في السفرة. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.